السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسولي لايك وتشتركي في القناة لو ما كنتيش لسه اشتركتي عشان يوصلك كل فيديو جديد. فيديو النهاردة ليه ازاي نوفر مبلغ محترم قبل المدارس مفضلش عليها غير شهر، فعايزين بقى ايه مبلغ محترم كده لحاجة المدارس، كراريس، الاقلام، مقالم، حاجات اللانش بوكس مثلا، الزمزمية، كل الحاجات دي، كوتشي لاولادي، كوتشيات لاولادي، شنط، كل الحاجات دي. طبعا المبلغ اللي هقولك عليه مش هيجيب كل الكلام ده استحالة طبعا، استحالة طبعا تقدري توفري كل ده. ده غير لو ده غير لو انت مصروف بيتك 20,000 جنيه يعني، تمام؟ عشان بس نبقى سرعة يعني، لان ده مترتب على الفكرة دي، مترتبة على مصروف البيت. تمام. هقول ان احنا محدش يتحكم فينا، احنا نتحكم في حياتنا. يعني ايه؟ يعني احنا محدش يتحكم فينا، احنا نتحكم في حياتنا. احنا اللي عارفين مصروف بيتنا ايه، عارفين احتياجاتنا ايه، عارفين اولادنا بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، بنجيب ايه، بنعمل ايه، بنخلي ايه. مفيش واحدة عارفة عن التانية حاجة، مفيش واحدة نظامها زي نظام التانية، ومفيش واحدة احتياجاتها زي احتياجات التانية، مفيش واحدة اولوياتها زي اولويات التانية. تمام. تمام. الفكرة دي انتي برضو هتتحكمي فيها بمزاجك. يعني بمزاجي ازاي؟ هو انت طالعه تقولي لي فكره وتقولي لي بمزاجي؟ طبعا بمزاجك، هتنفذيها بمزاجك، وهتعيني مبلغ محترم كويس على قد مصروف بيتك. ازاي؟ بصي يا حبيبه قلبي، طبعا احنا يعتبر دلوقتي في اوائل الشهر، تمام؟ هي الفكره ممكن تكون جت متاخر شويه، بس معلش، على ما منبع الافكار جه. دلوقتي مثلا انت خدتي مصروف الشهر بتاعك، ايا كان بقى مصروف شهرك ايه. طبعا مصروف الشهر بيكون ايه؟ معقول لافراد الاسره. يعني عمرك ما هتيجي تجيبيلي اسره مثلا مكونه من 5 افراد مصروف البيت بتاعها 1000 جنيه. ده لو هياكلوا عيش حاف مش هتكفيهم ال1000 جنيه. ومثلا أسرة مثلا 3 أفراد مصروفهم 10,000 جنيه، فدي حاجة ودي حاجة، وكل ربنا يرزق الجميع ونجيب كل اللي نفسنا فيه. طيب ايه دخل مصروف الشهر؟ مصروف الشهر هو الغاية، امال احنا هنجيب الفلوس منين؟ هنبضها، هنخترعها. هقولك والنبي حطي رشتين ملح على ذرتين بوتاسيوم على مش عارفة ايه وهتطلعي الفلوس؟ لا طبعا، الفلوس من البيت، من مصروف البيت. بصي يا حبيبتي، تاخدي 1000، تاخدي 2، تاخدي 3، تاخدي 4، 5، 10، ايا كان المبلغ اللي انت بتاخديه، انت اللي هتحكمي وتحددي عليه. تمام؟ انا معرفش انت بتاخدي كام، معرفش امور بيتك ماشيه ازاي. هنيجي مثلا، تعالي بس نفتح كراستنا معانا بس كده. تمام. بصي يا ست الكل، تمام اهو عشان خاطر يبقى ايه واضح معانا شويه. هنيجي احنا خدنا مصروف الشهر ولو يكن 3000 جنيه. ال3000 جنيه دولت هشيل منهم 300 جنيه. 300 جنيه مرة واحدة؟ مرة واحدة. هو انت هتشيلي من كل 1100 جنيه؟ يعني انت مثلا لو عاملة هتجيبي مثلا ب1000 جنيه بروتين، ب1000 جنيه بروتين، فراخ وسمك ولحمة وبيض وكده، البروتين العادي، البروتين الحياة الدنيوي بتاعنا خالص، هتشيلي منهم 100 جنيه وتجيبي ب900 بس. عاملة انت مثلا للعطارة وللسوق مثلا برضو 1000 جنيه، هتشيلي منهم 1000 جنيه وتجيبي ب900 بس. تشيلي منهم 100 جنيه وتجيبي ب900 بس. بسيطة خالص اهي. وهكذا على كل 1000 جنيه، تمام، هتشيلي 100 جنيه اهي. 1000 جنيه هنحوش 100 جنيه. تاخدي 3000 هتحوشي 300 جنيه، بتاخدي 5000 هتحوشي 500 جنيه، بتاخدي 10000 هتحوشي 1000 جنيه. تمام؟ بسيطة وسهلة، وانت اللي بتعمليها على نفسك، وانت اللي انا اسفة طبعا،
وانتي اللي بتسهليها على نفسك، وانتي اللي بتصعبيها على نفسك. انتي اللي في ايدك تسهليها، وانتي اللي في ايدك تصعبيها على نفسك. تمام. تمام. طب احنا مثلا المصروف بتاعنا احنا صرفناه، يعني في ناس كتير نزلت جابت حاجة الخزين بتاعتها. تمام. الشهر ده بلاش، يعني شهر ده اللي هو 7 اللي فات ده اللي هو شهر 8، خلينا شهر 8 ده احنا خدنا المصروف، نزلنا جبنا الحاجة. هتشيلي على كل، يعني مثلا انت خدت مثلا ال4000 بتوعك، نزلت صرفت منهم 2000 في خزين البيت. تمام. نزلت صرفت منهم 2000. احنا هنشيل على ال4000 دولت 200 جنيه. تمام. لكل 1000، تعالي بس، لكل 1000 50 جنيه. فال4000 هنشيل عليهم كام؟ 200 جنيه. ده الشهر ده بس، الشهر ده بس. لكن الشهور الجاية اللي هو مصروف شهر 9، مصروف شهر 10، خلاص بقى نبقى داخلين على المدرسة، هنشيل منهم الفلوس دي. هيبقى بقى على حسب بقى انتي مصروفك كام، على حسب انتي مصروفك كام. يبقى معاكي 1000، يبقى معاكي 800، يبقى معاكي 500. تمام. على حسب، يبقى معاكي 600 مثلا، يبقى معاكي 800، يبقى معاكي 1000، يبقى معاكي 1000 انتي حرة براحتك. انت اللي بتتحكمي. انت اللي بتتحكمي في كل حاجة حواليك، انت اللي بتتحكمي في الكون كله. تمام. هاخدهم بقى، هنزل اجيب بهم كراريس واقلام ومساطر وبرايات بقى، ومحرمش عيالي من حاجة. اخدهم وانزل مثلا بقى اجيب حاجات لللانش بوكس، حلاوة وجبنة وكل الكلام ده. هاخدهم وانزل اجيب لانش بوكس وزمزمية مع شنطة مثلا، لو انا عندي طفل واحد او طفلين ايا كان. وهكذا اجيب مثلا شنطتين، يعني لو انت معاكي ال1000 جنيه يجيبولك شنطتين اطفال، و2 لانش بوكس، و2 زمزمية. يا سلام، ده بند رئيسي راح. بند رئيسي راح من ايه؟ من 100 جنيه. بند رئيسي راح من 100 جنيه اللي انت عينتيها على ال1000 جنيه. يعني انتوا متخيلين؟ من 100 جنيه هجيب الشنطة، وهجيب الزمزمية او الازازة بتاعت المية واللانش بوكس. تمام. وقلم كمان شكله حلو كده. تمام. تمام. يعني من 100 جنيه هتجيبي النص حاجة المدرسة، نص حاجة المدرسة ببنود اساسية، مش بنود اي كلام. تمام. تمام. وكل شهر هتعملي الفكرة دي، يعني كل شهر اعملي الفكرة دي. من كل في المبلغ، من كل 1000 جنيه حوشي 50 جنيه، بلاش 100 جنيه، حوشي 50 جنيه. تمام. طب لإيه؟ اجيب حاجة مثلا، حاجة حلوة افرح ولادي، اعنهم، ابني تعب، تغيير الجو، كل الكلام ده. مثلا انت هتجيبي اللبس النهارده، هتبقي داخله على شتا، عايزه لبس شتوي، عايزه لبس خريفي، عايزه كل الكلام ده. انتوا متخيلين؟ يعني من 100 جنيه هتعملي البدع. ال100 جنيه اللي الكل بيقول ما عادش ليها قيمه، لا، ال100 جنيه تعملي اللي ما يتعملش بدماغي، بتشغيل دماغي. ربنا مديلنا الدماغ عشان نشغلها، مش عشان نركنها. تمام. مش هرغي معاكم كتير، مش هتكلم معاكم كتير. ودي كانت الفكرة بتاعت النهاردة للمدرسة. تمام. وفي افكار تانية جاية لو حبتيها تقدري ان طبعا ان انت تعمليها للمدارس، تقدري ان انت تعمليها لمولد النبي، لللبس الشتوي، اللبس الصيفي، رمضان، كسوة العيد، كل ده. تمام. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، ويا ريت تدوسوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. مع الف سلامة.